تعالى بقى اقول لك على مواعيد مباريات النادي الاهلي في شهر اغسطس، واحفظ الفيديو ده عندك لان انت مليون في المية تحتاجه، لان الفيديو ده هيكون دليلك لمباريات النادي الاهلي في شهر اغسطس بالتاريخ واليوم والساعة. وعايزك بقى تركز معايا كويس قوي في الحلقة دي، لان مش بس جاي اقول لك على المواعيد، انا جاي اقول لك على تفاصيل معسكر النادي الاهلي في اسبانيا، وفي حاجات تانية مهمة ضايعة من الناس وبتدور عليها برضه هنتكلم عليها. اخواتي واصحابي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. قبل ما نبتدي في الحلقه حابب اشكر كل الناس اللي بتتفاعل معانا وبتعمل لنا لايكات وبتشترك في القناه ودايما في ظهرنا ودايما مساندانا، وكلكم والناس اللي بتكتب لنا كومنتات ايجابيه دي في حته تانية. فبصراحه المحبه دي بجد بالنسبه لي كبيره وانا ما استاهلهاش، وشكرا على كل واحد بيدعمنا وبيكتب لنا كلمه حلوه. عزيزي الاهلاوي الجميل، ببعت لك السلام والتحيه. جاهز؟ عندنا النهارده حلقه تاريخيه، ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناه، واللايك بتاعك بالنسبه لي اغلى هديه. انا خلاص عرفت ان الرصه دي بتعجبك وانت بتحبها، فقلت اثبتها لك معايا في كل فيديو. فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو ده وتوصله لاكبر عدد لايكات انت وذوقك. واخواتي اللي مش مشتركين في القناه ومفعلين زر الجرس، يعني مستني ايه؟ انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس ويلا بينا نبتدي حلقتنا. احب اقول لك ان النادي الاهلي في شهر اغسطس هيلعب 5 ماتشات مهمين جدا، بس قبل ما نروح للماتشات دي في حاجه تانية مهمه جدا لازم نعملها دلوقتي. اسمحوا لي، انا اسف. في ذكر بط تايه يا ولاد الحلال، واللي يلاقيه يجيبه على 100 عقبه. عيل بس مش عيل تايه يا ولاد الحلال، اسمه اخوان الفينا بتزيره ابن 100 عقبه الزملكاوي، اللي جمهور الزمالك كان بيقول عليه ابن 100 عقبه، لكن دلوقتي بيقولوا عليه ابن 100. مش هينفع اكمل. عزيزي الاهلاوي، انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ ده نادي الزمالك مولع والدنيا خربانه. احب اقول لك ان اخوان الفينا بيزيره اللي كانوا طايرين بيه طير ويقول لك الزملكاوي ابن 100 عقبه مسقع لهم وقافل تليفونه ومش عايز يرجع نادي الزمالك ومطنشهم، ومن الاخر كده بيقول لهم انتوا لو نادي عنده ذره دم بعوني لنادي الاهلي، مش النادي الاهلي بتاعنا، النادي الاهلي الاماراتي، وكمان جاي لي عرض ب4 مليون دولار، يا توافقوا عليه يا اما انا مش راجع نادي الزمالك. طبعا بعيدا عن الصدمه اللي بيعيشها جمهور النادي الزمالك في اللعيب اللي هم جابوه بدل الجعان اللي كانوا مسمينه احمد السيد زيزو، قال لك احنا خلاص بقى عندنا اخوان الفينا زملكاوي ابن زملكاوي، هو كمان اداهم الصابونه وهو كمان متسقع لهم وقافل تليفونه هو ووكيله، واللعيب واخد قرار بعدم العوده واللعب لنادي الزمالك. يوم نادي الزمالك يسكت، نادي الزمالك يقوم بينزل بيان رسمي على صفحته الرسميه وبيقول ان احنا مش هنبيع اخوان بزيره، واللي عايز يشتري اخوان بزيره يستنى لما عقده يخلص، واي نادي هيفكر يجي جنب الواد ده هنخطفه هو والنادي. لكن زي ما انت عارف ان نادي الزمالك ساعات كده بيبقى بوشين، بيتسرب خطاب لنادي الزمالك رسمي كان هينزله وبيقول فيه الشروط اللي هو عايزها عشان خاطر يبيع اخوان بزيره. وخد معايا يا سيدي الشروط بيقول لك ان النادي اللي هياخد اخوان بزيره لازم يدفع لنا 6 مليون دولار كاش على الترابيزه دفعه واحده، ده كمان ان احنا هنضيف مليون دولار اضافي. قول لي ليه يا سيدي؟ 300,000 لو اخوان بزيره خد اي بطوله قاريه او اي بطوله اسيويه مع النادي اللي هيروح يلعبه. سبحان الله، يعني هم عرفوا منين ان هو يروح يحترف في اسيا؟ نادي بوشين. انا بقول لك هو اصلا كانوا مجهزين له العرض وكانوا مجهزين يمشوه، بس بيعملوا شويه الاونطه دول عشان الجمهور. 300,000 لو خد بطوله اسيويه، 300,000 لو خد الدوري الاماراتي، 200,000 لو اخوان الفينا بتزيره عمل 15 مساهمة هدفية، مش سجل 15 هدف سواء صنع أو سجل هدف، زائد 100,000 لو خد أحسن لاعب في الدوري الإماراتي، كمان 100,000 زيادة لو خد هداف الفريق، مش هداف الدوري، هداف الفريق، زائد كمان إن لو في إعادة بيع نادي الزمالك ياخد منها 20%، ولو النادي اللي هياخده ده هيبيعه لأي نادي في مصر يبقى الأولوية لنادي الزمالك. احنا مش ناقصين سيناريو زيزو وإمام وكهربا وكل اللعيبة دي يتكرر تاني. انت عارف الغريب ايه في الموضوع؟ الغريب ان النادي والجمهور ده كانوا طايرين باللاعب لمجرد انه بس الشعار بس، لكن اللاعب ده ما انجزش في حاجه، اللاعب ده ما خدش رقم اسطوري باسمه، اللاعب ده ما كانش بيساهم كل مباراه انه يكسب نادي الزمالك. لاعب مؤثر ولاعب جميل ولاعب حلو، بس مش اللاعب اللي ياخد كل الضجه دي وتهتف باسمه طول الموسم وسبحان الله انت دلوقتي مش طايق تسمع سيرته. عارف بالنسبه لي انا كاهلاوي الموضوع غريب في ايه؟ اغرب حاجه في القصه دي ان جمهور نادي الزمالك هاجم الاسطوره كابتن حسن شحاته المحترم لما طلع وقال كلمه
كلمه حق وقال ان اللاعب ده يا جدعان بيضحك علينا، ما تصدقوش الاونطه اللي هو بيعملها، وهي دي اللي بيحبه جمهور نادي الزمالك، شويه الاونطه وشويه الفاموس وشويه المهرجانات اللي بتتعمل دي ساعتها بيطيروا اللعيب وبيخيلوا الجمهور يشيله فوق راسه. لكن اداء في الملعب مش مشكله، بس لو بتعرف تعمل فاموس وتعيط وتروح تحتفل مع الجمهور وتسمعنا يا عم العيوطه، احنا كده هنحبك. جمهور الزمالك قام على كابتن حسن شحاته وقال له انت ازاي تقول كده، ما ينفعش، ده اخوان بزيره ده زملكاوي ابن 100 عقبه. ويا ريتها وقفت عند اخوان بزيره، عندك كمان النجم شيكوبانزا، الواحد اللي مسقط بنطلونه، اللي عمره ما شفته ماشي كويس، بيسقع لنادي الزمالك وكل شويه يقول لهم انا راجع وما يرجعش، ومقضيها زي ما انت شايف كده بزازات. انا مش عارف مين فيهم اللي بيرضع، الواد الصغير ولا الواد الكبير؟ انا ساكت وعايز امسك لساني على قد ما اقدر، بس ازاي الجمهور ده بيحفل عليا انا كنادي اهلي وبيقول عليا ان انا فاشل ومش عارف الم اللعيبه، وهم اللعيبه مطنشين ومش عارفين يرجعوا المعسكر بتاعهم. واحب اقول لك ان دي تقريبا المره الثالثه او الرابعه اللي شيكوبانزا ويقول لهم راجع وما يرجعش، واخر كلمه قالها لهم قال لهم انا هرجع على اخر الاسبوع، وتقريبا كده هو كمان مش هيرجع. ويا ريتها وقفت عند كده، ده عبد الله السعيد بودي حاطط رجل على رجل وشارط مش هنزل التمرين غير لما تدوني مستحقاتي. يعني هم دلوقتي بيدوروا على كلمه جعان بالمصري، وبيدوروا على كلمه جعان بالبرازيلي، وبيدوروا على كلمه جعان بالبرتغالي. اخر حاجه هقولها لك في النقطه دي وهقفلها، جمهور الزمالك، انت عارف انا لما جيت حللت اسم اخوان الفينا بزيره لقيته عامل ازاي؟ خوان جايه من خيانه، الفينا جايه من الف يعني فلوس، بيتزيره يعني يبتز نادي الزمالك. بصراحه يعني كان الله في العون نادي الزمالك. واحب اقول لك بس عزيزي الزملكاوي اللي بيتابعني المحترم الجميل، لما تيجي تقعد كده مع نفسك وتدعي المظلوميه، لا اقف كده وقول مفيش مظلوميه، مفيش مؤامره على نادي الزمالك، نادي الزمالك بنفسه هو اللي بيهدم نادي الزمالك. معلش اخواتي الاهلاويه سحلتكم معايا في مشاكل النادي المنافس، بس يعني ما ينفعش نتفرج ونسكت، يعني لازم نقول راينا ولازم نقول الكلام اللي احنا شايفينه واوصل لك المعلومه. تعالى بقى نروح بقى للنادي الاهلي، يعني فكك كده من الزريبه ووجع الدماغ اللي كنا بنتكلم فيه والعيال التايه، ان شاء الله ربنا يوفقهم ويلاقوه. تعالى بقى نروح لموعد مباريات النادي الاهلي في شهر اغسطس. زي ما قلت لك النادي الاهلي هيلعب 1 2 3 4 5 5 ماتشات مهمين جدا في بدايه مشوار النادي الاهلي للموسم في شهر اغسطس. اول مباراه زي ما انت عارف طبعا دلوقتي ان النادي الاهلي دلوقتي في اسبانيا بيحضر المعسكر بقى وبيحضر بقى فتره الاعداد للموسم الجديد. واحب اقول لك ان انا عندي لكم خبر حلو قوي، يعني اخواتي اللي متابعيني لو لسه موجودين لحد دلوقتي من غير ما حد ياخد باله كده، تعالى كده ركز معايا، انا عرفت اجيب لكم صور لعيبه الاهلي من التمرين. اتفرج كده، يا سلام، ده لعيبه الاهلي كانوا وحشنا بشكل. يا رب بس كابتن حسين عموته ما يشوف الفيديو ويعمل لنا ريبورت ويقفل لنا القناه. شايف صور اللعيبه من التمرين اهو، مش حرمك من اي حاجه خالص. زي ما انت عارف اللعيبه دلوقتي بتتمرن والحمد لله خلاص المعسكر مستمر واللعيبه سافرت وبيقضوا بقى فترات معسكر الاعداد. واول مباراه هيلعبها النادي الاهلي في معسكر اسبانيا هتكون امام فريق اسمه بدلونا الاسباني، فريق من الدرجه الثانيه. المباراه دي هتتلعب يوم 12 اغسطس الساعه 7. ومش بس كده، النادي الاهلي كمان هيلعب تاني يوم على طول، هيلعب فريق اسمه سبا ديل. ركز معايا، الاهلي هيلعب يوم 12 مع بدلونا، يوم 13 اغسطس هيلعب مع سبا ديل الساعه 7. واحب اقول لك ان هنا تقريبا كابتن حسين عموته هيحضر للتشكيل اللي هيلعب بيه المباراه اللي بعدها، المباراه المهمه المرتقبه اللي يعتبر اهم مباراه للنادي الاهلي في شهر اغسطس، وهي مباراه برشلونه اللي هتتلعب يوم 19 اغسطس الساعه 9 مساء. اعتقد من وجهه نظري ان كابتن حسين عموته في مباراه الاهلي وبدلونا هيلعب بخطه بتشكيل، ومباراه الاهلي وسباديل لتاني يوم دي هيلعب بتشكيل تاني خالص، وبنسبه 100% دي هتبقى البروفا لمباراه برشلونه. واحب اقول لك ان التشكيل اللي هيلعب فيه في مباراه برشلونه بنسبه 95% ده هيبقى تشكيل النادي الاهلي في الموسم الجديد. زي ما قلت لك مباراه برشلونه هتتلعب يوم 19 الساعه 9 مساء، وللاسف دي الوقت بيمنع النادي الاهلي انه يقعد اكتر من كده في اسبانيا، لان انت عندك اول جوله في الدوري المصري. وخد بالك من الكلام اللي انا هقوله لك ده، يعني تخيل كده زي ما تكون بتصيف في الساحل الشمالي، فجاه تصحى من النوم تلاقي نفسك انت قاعد في راس البر، قاعد في اللسان كده في العشه 35 في شارع 10 راس البر. واخواتي الضمايطه تحياتي ليكم، يعني في فرق شاسع، في فرق طبقات. انت يوم 19 هتلاعب برشلونه، ويوم 23 هتلاعب الشرقيه انبي او انبي الشرقيه. دي بالنسبه لي عامله بالظبط كده، يعني الشرقيه انبي او انبي الشرقيه دي بالظبط زي ايه ترى البلد.
زي ترى المحطه، في حاجه ليه؟ يعني ليه الاسم ده عامل كده؟ ما تقول يا عم الشرقيه بس، او اخترع اسم جديد بقى يضم ما بين الشرقيه وانبي. يعني خد اول حرفين من الشرقيه تبقى شر، وانبي تبقى شر النبي، اي حاجه تبقى كرييتيف. لكن الشرقيه انبي ده احنا كده هنتعب يابا طول الموسم. يعني تخيل معايا الاهلي هيكون بيلعب برشلونه ويرجع يلعب الشرقيه انبي بقى، والدوري المصري بقى والحر والعرق، بس ده الدوري اللي احنا بنحبه وده الدوري اللي احنا بنتابعه ومتربيين عليه. مباراة الشرقية وإنبي، وأول مباراة للنادي الأهلي في الدوري هتكون يوم 23/4 الساعة 8. أما آخر مباراة للنادي الأهلي في شهر أغسطس هتكون أمام زد اف سي، هتكون يوم 28 شهر أغسطس، هتتلعب الساعة 8. وبكده دي تكون كل مباريات النادي الأهلي في شهر أغسطس. عايزك بقى أنت تكتب لي في الكومنتات من وجهة نظرك توقعاتك لنتائج النادي الأهلي في المباريات اللي هتتلعب في الشهر الحالي. يعني عايزك تقول لي في الكومنتات توقعاتك لمباراة الأهلي وبدلونة، توقعاتك لمباراة الأهلي وسباديل، واهم حاجه تكتب لي في الكومنتات من وجهه نظرك توقعاتك لمباراه الاهلي وبرشلونه. وتخيل معايا كده مثلا كابتن حسين عموته، يعني ده هيبقى اول ماتش رسمي نتفرج عليه لحسين عموته. تخيل حسين عموته يبتدي الموسم بمفاجأة كبيرة انه يعمل نتيجة ايجابية على برشلونة او يفوز على برشلونة وياخد كاس خوان جمبر. تخيل حجم معنويات اللعيبة هيبقى عامل ازاي في الموسم الجديد. انت هتنزل الدوري ده تاكل كل الفرق. يعني انت تخيل كده تبقى راجع كسبان برشلونة او عامل نتيجة كبيرة، اللعيبة دي كلها يبقى بالنسبة لها الدوري ده تسالي. فرق الدوري دي كده مسلية، انا هاجي اشوف نفسي على كل الفرق بصراحة. انا جاي يابا كسبان برشلونة، تقول لي بقى كاس خوان جمبر مباراه وديه، انا اسمي كسبت برشلونه يابا. وانا متوقع ان شاء الله ان كابتن حسين عموته يعمل مفاجاه ويعمل اداء قوي امام برشلونه الاسباني. ما تنساش تكتب لي توقعاتك للمباراه دي، واهم حاجه كمان تكتب لي توقعاتك لمباراه الشرقيه انبي او انبي الشرقيه، وتوقعاتك لزد اف سي. ومن وجهه نظرك عايزك تقول لي مين من اللعيبه اللي موجوده حاليا في النادي الاهلي شايف ان اللعيب ده هيبقى طفره وهيبقى اون فاير الموسم الجديد تحت قياده حسين عموته. انا بالنسبه لي مش فارق معايا الاهلي لاعب مين، اللي فارق معايا بصراحه ان انا اشوف النادي الاهلي، لان النادي الاهلي وحشني جدا جدا جدا، ونفسي اتفرج على اداء الاهلي، وعايز بقى متحمس ومترقب، عايز اشوف بصمه حسين عموته في المباريات، عايز اشوف التكتيك بتاعه، عايز اشوف بقى شكل الاهلي الجديد مع حسين عموته هيبقى عامل ازاي، خصوصا كمان مع الصفقات الجديده. طبعا زي ما انت عارف ان بن رمضان ودع. احب اقول لك ان في الوقت الحالي النادي الاهلي بيدور على لاعب خط وسط اجنبي، ولكن انا بفضل حاجه. يعني انت محتاج لعيب في خط الوسط، بس في نفس الوقت محتاج تدعم خط الدفاع. يعني خط الدفاع لحد دلوقتي هو يعتبر ان هو ياسين مرعي، هادي رياض، ياسر ابراهيم، عمرو الجزار. يعني على الاقل انت لو مش محتاج 2 لعيبه بس، على الاقل محتاج لعيب سوبر. يعني شوف بقى تقدر ترجع محمد عبد المنعم، تقدر تتعاقد مع مدافع اجنبي، مدافع عربي. بس انا شايف ان خط الدفاع مش هينفع ان نكمل بيه ال6 شهور اللي جايين دول. انا عارف يا سيدي ان حسام عبد المجيد جاي في شهر 6، بس انت من هنا لحد شهر 6 هتلاقي وائل جمعه يعني جنب ياسر ابراهيم، ما مش منطقي برضه. يعني انا شايف ان احنا محتاجين نتحرك ان احنا نشوف مدافع، خصوصا ان خط دفاع النادي الاهلي الفتره الاخيره سيء جدا، لدرجه ان انت حتى في الماتشات الوديه بيدخل مرماك اهداف وبيسكن شباكك اهداف. انا مش عارف ليه بصراحه، بس اتمنى ان في الوقت القريب العاجل النادي الاهلي يتعاقد مع مدافع ولاعب خط وسط. يعني ولو انت وصلت معايا لحد هنا احب اقول لك ان انا بحبك جدا، لان انت بالنسبه لي الناس اللي بتقعد تتفرج معايا الحلقه للاخر دي بصراحه فوق راسي. يعني انت بتضيع ربع ساعه من وقتك عشان تتفرج على العبد الفقير لله. يعني انا مش قادر اوصف لك انا بحبك قد ايه. ما تنساش لو انت وصلت لحد هنا تفعل زر الجرس، تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعمل اكبر عدد لايكات على الفيديو ده علشان يوصل لكل الناس، وسايب الفيديو ده عندك عشان انا قلت لك كل المواعيد اللي انت هتحتاجها لمباريات النادي الاهلي. واشوفكم الحلقه الجايه على خير. السلام عليكم.